السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض البيتزا الشرقي او الفطير الشرقي زي ما بيقولوا عليه، ايا كان اسمه ايه. المهم ان احنا هنعمله بشكل حلو قوي وبطعم حلو قوي وبطريقة سهلة جدا، مش هنشتريه تاني من بره خالص. هنعمل كل حاجة في البيت، مقاديره سهلة بجد وبسيطة. بصوا شكله عامل ازاي، حلو جدا. انا هنا كنت حاشية سجق بالشكل ده. بصوا شكل الفطير حلو قوي، شكله زي الجاهز ويمكن احسن كمان، بجد كان طعمه حلو قوي. لو انت اول مرة تشرفيني، دي قناتي وانا رحمة فراج. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. جربيها بجد هتعجبك، تستاهل انك تجربيها. بصي شكلها حلو قوي ازاي، بجد شكلها حلو جدا. يلا بينا نشوف المقادير والطريقة عاملة ازاي. انا معايا 800 جرام من الدقيق، يعني حوالي 6 كوبايات ونص من الدقيق، وعليها نص معلقة صغيرة من الملح. وهنبدأ نحط كوبايتين مية كده بالشكل ده، وهنبدأ نعجن بايدينا. ومحضرة معايا نص كوباية من المية، وهنزود شوية شوية لحد لما العجينة تلم معايا. هبدأ بقى ازود هنا حبة حبة كده زي ما احنا شايفين. هي خدت معايا هنا حوالي 3 كوبايات مية الا ربع، على حسب كل نوع دقيق. عشان كده بقول نحط كوبايتين في الاول، وبعدين هنبدأ نحط حبة حبة لحد لما العجينة تلم معايا بالشكل ده. هنا بقت العجينة جاهزة معايا. هنبدأ بقى نفردها على الكاونتر كده، وهنعجنها كويس قوي مع بعض. دي طريقة العجين اللي بتبقى سهلة معايا. بمسك طرف كده من العجينة وابدأ ان انا احطها كده والم بالشكل ده. هتاخد معايا حوالي 7 دقايق من العجن لحد لما تديني الشكل الحلو ده. هتبقى ناعمة معايا قوي. هتختبريها ازاي؟ هتحطي صباعك كده هتلاقي العجينة بتطلع تاني لفوق. بصي صباع ما بيعلمش ويفضل غارز لتحت، لا بيطلع تاني لفوق كده. العجينة وصلت معايا لقوام المظبوط، هي ملزقة معايا زي ما انتوا شايفينها كده. هي لازم تكون كده معايا، ما تكونش ناشفة معايا وقاسية. هنبدأ نعملها كده عشان نقطعها على 4 قطع. انا بقول لكم عجنها 7 دقايق، لان كل ما بعجنها الجلوتين اللي فيها بيتفاعل وتديني عرق حلو قوي، بيساعدني في فرد العجينة كويس قوي. وبعدين هنبدأ نجيب كل كورة معانا وهنقسمها لكورتين بالشكل ده. هنقسمها كورة صغيرة وكورة كبيرة، هنعرف ليه دلوقتي مع بعض. هنبدأ نشكل كل الكور بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده. وبعدين هبدأ اجيب طبق كده ستانلس او اي حاجة هنحط فيها العجين. حطيت فيها حوالي ربع كوباية من الزيت، وهبدأ انزل كده بالعجين كلها فيه بالشكل ده. وهقلب العجين كله في الزيت زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وهنسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. هنغطيها كده بكيس بلاستيك او استرتش رول، اي حاجة موجودة عندك، وهنبدأ نسيبها ترتاح لمدة نص ساعة. ده شكلها هنا بعد ما ارتاحت معايا نص ساعة. جبت بقى الكرة الصغيرة وهنبدأ نفردها. بصوا بكل سهولة كده زي ما احنا شايفين. اهم حاجة في العجين هنا راحته، كل ما هنريح العجين كل ما هيديني نتيجة ممتازة. هنبدأ نفرد بايدينا كده زي ما احنا شايفين. وبعدين هنجيب المردانة او النشابة بتاعتنا ونبدأ نفرد كده فيها بالشكل ده. هنفردها كده بأي شكل، مش مهم الشكل في العجينة الصغيرة. وهنسيبها ترتاح 5 أو 10 دقايق، وبعدين هبدأ ارجع افردها تاني. بصوا انا هنا لازم تدخلي هوا كده في العجين زي ما احنا شايفين. ده كمان بيساعد ان يتفرد معاكي بسهولة. هنعملها من كل الجوانب، وبعد كده هنرجع نعمل تاني بالمردنة بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده هيتفرد معايا بكل سهولة. هندخل الهوا كده من كل الجوانب عشان تتفرد معايا بسهولة. وهنا شكلها بعد ما فردتها معايا هنعمل ايه؟ جبت صينية كده ودهنتها من الزيت، وحطيت عليها العجينة الصغيرة كده زي ما احنا شايفين. هنبدأ نسيبها ترتاح لحد لما نفرد العجينة الكبيرة.
بالشكل ده. جبت العجينة الكبيرة معايا، هنبدأ نفردها بإيدينا نفس الخطوات العجينة الصغيرة بالظبط. هنفردها شوية بالمردنة وبعدين هنسيبها ترتاح حوالي 5 دقايق. هنحاول نعملها مستطيل على قد ما نقدر. بصوا بالشكل ده، وهسيبها ترتاح معايا وهرجع اكمل فرد تاني. بصوا كل ما بسيبها ترتاح معايا بتتفرد معايا بكل سهولة. بالشكل ده. وهنبدأ ندخل هوا كده زي العجينة التانية. الهوا ده بيساعدها ان هي تتفرد معايا اكتر، تبقى سهلة معايا. لو اتقطعت منك ما تخافيش، كده كده كله اصلا بيتحط فوق بعضه، فكله بيتدارى يعني، ما تقلقيش لو اتقطعت منك. بص هنا انا حاولت افردها بالحجم اللي احنا شايفينه ده. وبعدين هبدأ احط عليها العجينة الصغيرة اللي احنا عملناها مع بعض. العجينة الصغيرة دي بتبقى بطانة الحشوة، بتمسك الحشو شوية بحيث ان هي ما تتقطعش معايا. لو هنعملها على عجينة واحدة بس لازم تكون تخينة شوية. انا بحاول هنا اعملها طبقتين عشان واحدة بتمسك الحشوة والتانية عليها، فبتساعدها ان هي تكون متماسكة معايا. بصوا اي طرف في العجينة كده التخين لازم اشيله عشان تبقى العجينة معايا رقيقة وما نحسش بطعم عجين كتير واحنا بناكل الفطير. وهفردها كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنشيل كل الاطراف زي ما قلنا. طبيعي واحنا بنفرد العجين لازم الطرف اللي في الاخر بتلاقيه تخين شوية، فببدأ اشيله بالشكل ده. وبعدين هنبدأ نحط الحشوة اللي معانا. انا كنت هنا حشيها سجق زي ما احنا شايفين بالشكل ده. انتي اي حشوة موجودة معاكي، سجق، فراخ، لحمة مفرومة، اي حاجة ممكن تحطيها. وهنبدأ بقى نجيب طرف العجين وهنقفلها بالشكل ده. ما تخافيش لو العجين اتقطع معاكي، كده كده كله بيتحط فوق بعضه فمش بيبان في الاخر. وبعدين هحط كده دهنة من الزيت بالشكل ده عشان يديني رقات من الفطير. وهنحط الطبقة التانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طبعا احنا غير بتاع الفطير، هنبدأ نظبط العجين كده على قد ما نقدر بالشكل ده. هبدأ اشيل بص اي طرف تخين كده زي ما قلنا مع بعض بالشكل ده. هنفرد العجينة كده بسيط، فردة بسيطة كده، بحاول اوزع الحشو كده زي ما احنا شايفين. هنوزع الحشو كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وبعدين هنبدأ نقفل كده بالشكل ده. وهنقفل الناحية التانية. وهنجيب صينية كده هنحط فيها دهنة زيت حلوة قوي معايا عشان العجين ما يلزقش. وهنبدأ ننزل بالعجين. بصوا هنا شكلها مربعة، طب هي ازاي هتبقى مدورة؟ هقولكوا ازاي. هنحط العجينة كده بالشكل ده وهنفردها بايدينا كده فردة بسيطة قوي. وهنسيبها تريح كده حوالي 10 دقايق لحد لما احضر حشو الوش اللي من فوق. جبت بولة كده وحطيت فيها بيضاية وشوية من الفلفل الأحمر والأخضر وشوية من الطماطم وشوية من الجبنة الرومي. أهم حاجة في الفطير الشرقي هي الجبنة الرومي، هي اللي بتدي الريحة والطعم. وشوية من الجبنة الموتزاريلا، أي جبن متاحة عندك، بس حاولي تحطي جبنة رومي لأن هي اللي بتديني طعم الفطير الشرقي. وبعدين رجعت تاني للفطير بعد ما ريح معايا شوية. بصوا بيتفرد معايا بكل سهولة ازاي. هنبدأ كده نفرد بالراحة قوي بالشكل ده. كل ما نريح العجين بجد بيديني نتيجة ممتازة في الفرد. هنسيبها شوية تاني ونرجع نقلب الحشو اللي احنا عملناه مع بعض بالشكل ده. هنرجع تاني للفطير. بصوا تتفرد بقى معايا ازاي بكل سهولة. بصوا
برضو لو تقطعت شوية من فوق كده كده هينزل عليها الحشو، هيداري كل حاجة فيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كده اتفردت معايا حلو قوي. لازم تملى الصينية معايا، ولازم الصينية كده يكون ليها طرف، ما تكونش صينية كده مفرودة خالص، عشان الفطير ما ينشفش مني من الجوانب، سواء البسبوسة او البيتزا. وبعدين هبدأ انزل بالحشو كده زي ما احنا شايفين، وهفرده كويس قوي. وهنحط حلقات من الزيتون وهضغط عليها بالسباتولا. هندخله الفرن على اعلى درجة حرارة، بياخد حوالي معايا من 12 ل 15 دقيقة. هناخد بالنا كده ونشوف الفطير من تحت، لو لونه احمر شوية يبقى هي كده استوت معايا. وده شكله كده بعد ما طلعناه واستوى معايا بالشكل الحلو ده. بجد كانت حلوة جدا جدا جدا، وريحتها حلوة قوي. ريحة الجبنة الرومي كمان مدياها ريحة حلوة قوي زي الجاهزة بالظبط. بصوا كده شكلها حلو قوي ازاي، بجد طعمها حلو جدا وشكلها حلو، تستاهل انك تجربيها. ممكن تجربي كمان في ربع كيلو دقيق، تجربي مثلا فطيرة واحدة. انا الفطيرة اللي بقت معايا كمان حشيتها كاستر، كان طعمها حلو جدا بجد. هعملها معاكم ان شاء الله. بصوا شكله عامل ازاي، حلو قوي. بصوا شكله كده زي الجاهز بالظبط والله، كمان ويمكن احلى. كفايه ان هو اضمن ومضمون احنا عاملينه ازاي وبايدينا كمان، والحاجات اللي جواها عارفينها كمان جواه ايه، واوفر بكتير من الجاهز اللي بره. بصوا شكلها حلوه قوي ازاي. بصوا رقات الفطير كده رفيعه وحلوه جدا ازاي، مش تخينه معايا. حتى بصوا انا خدت حته من الطرف، بصوا برضو الفطير رفيعه جدا مش تخينه. هنحط عليها كمان شويه من الكاتشب كده. كمان لو عايزاها سبايسي ممكن تحط فيها فلفل حراق. نقرب بقى كمان عشان كانت الاول الكاميرا طالعه عليها بخار من السخونيه بتاعه الفطير. بصوا شكله حلو قوي ازاي. بصوا بجد شكلها حلو جدا وطعمها حلو قوي، لازم تجربوها هتعجبكم قوي. لو الفيديو عجبك واستفدتي من الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد.